السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب أولى إعدادي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنحل الجزء الثاني من الدرس بتاع طاقة الحركة في الوحدة الثانية، وهنقفل الوحدة الثانية النهاردة إن شاء الله. امبارح شرحنا الجزء الثاني وعرفنا إيه هي الطاقة الميكانيكية، وعرفنا إن هي بتبقى عبارة عن مجموع طاقة الحركة مع طاقة الوضع. وكمان خدنا تطبيق حياتي، زي مثلا ازاي السد العالي بينتج لنا كهرباء، او ازاي كرة الهدم بتحول طاقة الوضع لطاقة حركة. وكمان خدنا ان ما ينفعش تشيل الحاجات التقيلة وتحني ظهرك، لا، ليها اوضاع عشان تحمل الوزن على عضلات الساقين بتوعك. وعرفنا العلاقة بين طاقة الوضع وطاقة الحركة في البندول البسيط، وشرحنا البندول البسيط، وشرحنا كمان لما بترفع جسم رأسيا ولما بتنزله من فوق لتحت. ده كان ملخص سريع اللي احنا خدناه الحصة اللي فاتت. نسمي الله ونبتدي الحل. نصلي على النبي ونسمي الله ونبتدي. أول حاجة بأسئلة اكتب المصطلح العلمي. مجموع طاقتي الوضع والحركة لأي جسم متحرك هي دي كانت بنقول عليها الطاقة الميكانيكية. طيب يا مستر، واللي كان رمزها ايه؟ اللي كان رمزها ام اي، واللي كان وحدتها مدام طاقة يبقى جول يا مستر، برافو عليكم. تاني حاجة بيقولك طاقة تستخدم في إدارة التوربينات لتوليد الكهرباء من السد العالي. قلنا إن المية بتبقى مختزنة طاقة وضع. طيب جميل، لما بتنزل لأسفل طاقة الوضع دي بتتحول لإيه؟ طاقة حركة. شاطرين. طب طاقة الحركة دي هي اللي بتدور التوربينات، ومن التوربينات بتولد الكهرباء. يبقى الطاقة اللي بتستخدم في إدارة التوربينات هي إيه؟ الطاقة الحركية. طيب الحركية دي كانت لإيه؟ كانت بالأخص أو بالتحديد هنا، عشان هو هنا محددها بتاعت السد العالي، يبقى الطاقة الحركية بتاعت المية. مش هو كان طاقة الوضع كانت بتاعت المية المحتجزة ورا السد، وبعد كده لما نزلت لتحت اتحولت طاقة الوضع دي لطاقة حركة بس برضو في المية، يبقى الطاقة الحركية للماء. طيب تالت حاجة بيقولك أداة ثقيلة تستخدم في هدم المباني القديمة نتيجة تحول طاقة الوضع لطاقة الحركة. ودي كان التطبيق التاني اللي احنا خدناه، اللي هي كرة الهدم. طيب تعالوا نسمي الله ونخش على أسئلة اختر. بيقولك اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. في الشكل المقابل اللي هو الشكل ده، الشكل المبذول، الشغل المبذول على الكرة عند النقطة A اللي هي دي يختزن في صورة ايه؟ هنا دي او A او B. هنا عند ايه؟ عند اقصى ارتفاع. واحنا قلنا يا مستر ارتفاع من الحصة اللي فاتت اقصى ارتفاع يبقى الكرة مختزنة طاقة وضع. طب طاقة الحركة دي هتختزنها امتى؟ عند النقطة B، لأن ده كان نقطة حالة السكون بتاعتها أو نقطة الأصل. فلما الكورة تمر تاني بنقطة الأصل ساعتها بتكون في أقصى سرعة، أي في أقصى طاقة وضع. وهنا مفيش حاجة تدل على طاقة كيميائية أو طاقة حرارية. طيب أثناء مرور بالبي بقى، البي اللي احنا لسه كنا قايلين عليه من دلوقتي، قلنا هنا أقصى طاقة حركة. طيب أي مما يلي يعبر عن طاقة الوضع وطاقة الحركة لجسم يسقط سقوطا حرا من مكان مرتفع بتأثير قوى الجاذبية. هو الجسم كان فوق، وقع من فوق، مثلا من فوق مبنى. فلما يقع من فوق مبنى هو كان عند أقصى ارتفاع، في طاقة الوضع في القيمة العظمى. هتبتدي طاقة الوضع ايه يحصل لها ايه لحد ما يوصل للأرض؟ انها تقل. وطاقة الحركة هتزيد. ليه؟ لأن السرعة بتاعة الجسم ده أو الكرة دي هتزيد. فهنا يبقى طاقة الوضع تقل. لا، الاتنين مش هيقلوا، لان احنا قلنا الاتنين يعتبروا في علاقة عكسية مع بعض. اللي هيقل طاقة الوضع وتزداد طاقة الحركة اللي هي الإجابة ألف. 3. عند منتصف المسافة الرأسية بين نقطة سقوط كرة وسطح الأرض تكون إيه؟ عند منتصف المسافة هتكون إيه؟ هتكون طاقة الوضع بتساوي طاقة الحركة، والطاقة الميكانيكية اللي هي ام اي دي هتكون بتساوي مجموع الاتنين. دي دايما بتظل ثابتة عشان ما تلخبطش وتقول ما دام يساوي وتجري تختار د، لا، هتبقى الإجابة غلط.
طاقة الوضع بتساوي طاقة الحركة. وخلي بالك من الرموز عشان في ناس كتير بيتلخبطوا منها. بي اي هي طاقة الوضع، الكي اي طاقة الحركة، طب الام اي هي الطاقة الميكانيكية. تعالوا نخش على السؤال رقم 4. عند سقوط جسم رأسيا من مكان مرتفع تكون طاقته الميكانيكية عند أي نقطة قبل الوصول إلى سطح الأرض عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة طاقتين. هي أصلا في الأساس عبارة عن مجموعة طاقتين، لكن لما بتبقى عند أقصى ارتفاع بنقول بتساوي طاقة الوضع، لأن طاقة الحركة ساعتها بتساوي صفر. طب عند سطح الأرض أو في نقطة الأصل بنقول بتساوي طاقة الحركة، لأن طاقة الوضع ساعتها بتساوي صفر. افتكروا موضوع البنطلون اللي احنا شرحناه امبارح. طيب كل مما يأتي قيمته تساوي زيرو عدا نقط طاقة حركة جسم عند نقطة سقوطه. طيب نسيبها دلوقتي. طاقة وضع جسم لحظة وصوله إلى الأرض دي بتساوي صفر. طيب لأن هنا طاقة الحركة هتبقى أقصى ما يمكن. طب سرعة جسم عند أقصى ارتفاع له برضه هيساوي صفر، لأن هو بيعتبر واقف، يعني أقصى ارتفاع له بعد كده هينزل تاني، برضو بتساوي صفر. الطاقة الميكانيكية لجسم لحظة وصوله إلى سطح الأرض دي عمرها ما تساوي صفر. الطاقة الميكانيكية عمرها ما تساوي صفر لأنها مجموعة طاقتين. طب ليه أنا قلت سيب دي دلوقتي؟ لأن في ناس كتير هيتلخبطوا ما بين دي ودي، وهيقول لك أول ما يشوفوا دي كده عند نقطة سقوطه هيقولوا لك صح، بس هو هنا ما قالكش عند لحظة سقوطه أو قبل لحظة سقوطه. يعني لحظة وصوله إلى سطح الأرض دي قبل ما يلمس الأرض بحاجات بسيطة، فبتبقى السرعة أقصى ما يمكن اللي هي طاقة الحركة أقصى ما يمكن. طب عند نقطة سقوطه هو هنا واقف على الأرض، أصلا واقف على الأرض، يبقى طاقة الوضع هي اللي أقصى ما يمكن. او هنا طاقة الحركة مش هتساوي الزيرو، مش او هتساوي الزيرو، لان طاقة الحركة هنا طاقة الوضع هتبقى اقصى ما يمكن ويعتبر واقف، يعتبر واقف على الارض. هنا بيقول لك عند نقطة سقوطه ويعتبر هنا واقف على الارض، فطاقة الوضع هنا هتبقى اقصى حاجة، لكن طاقة الحركة هتبقى تعتبر بتساوي صفر. لكن الحاجة الوحيدة اللي هنا مش هتساوي صفر عندي هي طاقة الميكانيكية، لان عمرها ما تساوي صفر. طيب تعالوا نكمل. عند أقصى ارتفاع يصل إليه جسم مقذوف لأعلى تنعدم نقط. جسم مقذوف لأعلى عند أقصى ارتفاع، قلنا الطاقة الميكانيكية مستحيل إنها تنعدم. طيب يبقى دي مستحيل نختارها. وطاقة الوضع قلنا عند أقصى ارتفاع بتبقى أعلى ما يمكن، يبقى إيه هي طاقة الحركة. طب حد ممكن يقول لي الكتلة ليه يا مستر؟ أي جسم ليه كتلة وليه وزن، فالكتلة أو الوزن مش هيتأثروا بمدى الارتفاع. تمام، يعني انت عندك الوزن بيعتمد على الكتلة وشدة مجال الجاذبية الأرضية. طب الكتلة بتعتمد برضو على الوزن وشدة مجال الجاذبية الأرضية، يبقى ملهاش علاقة أصلا بالارتفاع. أي وزن أي جسم ليه كتلة ووزن ثابتين يعتبر. طيب من الشكل المقابل الطاقة الميكانيكية للكرة تكون نقط عند واحد او عند اتنين او عند تلاتة. مش لازم نبص اصلا على الشكل ده خالص، ما تبصش على الشكل ده خالص. الطاقة الميكانيكية ايه؟ ثابتة في كل انواع الحركة. هنا هتساوي طاقة الوضع، هنا هتساوي طاقة الحركة، هنا هتساوي النص والنص، بس هي ثابتة لانها هي عبارة عن مجموعة طاقتين، فهي ثابتة عند اي موضع. نسمي الله ونخش على اسئلة اكمل. عند أقصى ارتفاع للجسم تكون طاقته الميكانيكية مساواة للطاقة نقط فقط طاقة الوضع، لان هنا عند اقصى ارتفاع. طب مساوي ايه لطاقة ايه لحظة وصوله الى سطح الارض؟ دي بقى الطاقة الحركية او طاقة الحركة. رقم 2 اذا كانت طاقة الحركة لجسم لحظة وصوله لسطح الأرض تساوي 500 جول، فإن طاقة الوضع تساوي وطاقة الحركة تساوي. هنا لحظة وصوله إلى سطح الأرض، فمعنى كده إن طاقة الحركة على ما يمكن، طاقة الوضع هنا بزيرو، فده هيبقى زيرو زيرو، ودي هي اللي هتبقى ال500 كلهم بتاعة الطاقة الميكانيكية. طب 3 جسم كتلته 10 كيلو جرام طرق ليسقط من ارتفاع 4 متر فوق سطح الأرض، فإن طاقة حركته لحظة سقوطه تساوي نقط، بينما طاقة حركته لحظة وصوله لسطح الأرض تساوي نقط. تعالوا كده نسمي الله واحدة واحدة. هو الجسم كان كتلته 10 كيلو جرام، تعالوا نحسب ايه طاقة الحركة هنا. ماشي تمام، من ارتفاع 4 متر اللي هو هتبقى
هنجيب الاول طاقة الوضع، وطاقة الوضع هتساوي الطاقة الميكانيكية، ومن الطاقة الميكانيكية نعرف نجيب طاقة الحركة لانه مش مديني سرعة، هو مديني ارتفاع. فالاسهل ان انا اجيب الوزن، هضرب العشرة في 10 اللي هي شدة مجال الجاذبية الأرضية هيديني 100. المية دي اللي هي الوزن، هنضربها في 4 هيبقى 400، وده 400 جول دي طاقة الوضع، أو هي الطاقة الميكانيكية، ما هو هنا على ارتفاع، فنعتبر إن ده أقصى ارتفاع. فإن طاقة حركة لحظة سقوطه، طاقة الحركة لحظة سقوطه هتساوي كام؟ صفر. ما هو هنا عند أقصى ارتفاع وهينزل من فوق، يبقى هو كان بصفر. طب لحظة وصوله لسطح الأرض هتبقى 400 جول، لأن هنا طاقة الوضع هتنعدم. فكرة الدرس كلها بتدور حوالين الفكرتين دولت، امتى طاقة الوضع هتبقى أقصى حاجة وامتى هتنعدم، وامتى طاقة الحركة تبقى أقصى حاجة وامتى هتنعدم، وامتى هيبقى ده بنص وده بنص، وطاقة الميكانيكية على طول ثابتة. ده ملخص الدرس. طيب في منتصف المسافة الرأسية بين نقطة سقوط جسم وسطح الأرض تكون نقط بتساوي نقط، هنا بقى ايه؟ هنا الاتنين في النص، الطاقة الميكانيكية ثابتة. طب مين اللي هيساوي مين؟ طاقة الوضع بتساوي طاقة الحركة. نفس فكرة امبارح، البنطلون عندي كان الطاقة الميكانيكية، والجيوب عندي كان الجيب اليمين الطاقة الحركية والجيب الشمال طاقة الوضع. ده في 5 وده في 5، البنطلون كله فيه كام؟ فيه 10. طب طاقة الوضع فيه 10 اللي هو الجيب الشمال والجيب اليمين طاقة الحركة مفهوش حاجة، برضو البنطلون فيه 10. طيب 5، إذا كانت الطاقة الميكانيكية لجسم عند منتصف الارتفاع تساوي 300 جول، هنا عند منتصف الارتفاع مش هتفرق معايا، بس هو هنا بيقول لي ان طاقة الحركة بتساوي 150 وطاقة الوضع بتساوي 150. طيب ما هو ده السؤال اللي هو عاوزه اصلا، احنا قبل ما نكمل السؤال عرفنا الاجابة اهي 150 و150. طب يستخدم نقط في توليد الكهرباء بأسوان، اللي بيستخدم في توليد الكهرباء بأسوان السد العالي. طب بينما تستخدم نقط في هدم المباني القديمة اللي هي كرة الهدم. تعالوا نخش على 7. الشكل المقابل يمثل رافعة طرق ثقل اكس، دي كده شبه اللي هي كرة الهدم، او هي كرة الهدم. فالرافعة اكس دي ده الثقل اللي بنهد بيه البيوت، فبيبقى مخزن طاقة ايه؟ وضع، وبيتنقل لطاقة حركة، وطاقة الحركة دي بتنتقل للمباني فبتهدمها، يبقى هو يختزن طاقة ايه؟ طاقة وضع، وبيتحول لطاقة ايه؟ طاقة حركة. وضع هنا وهنا حركة. حصل خير، مسحنا كل الكلام بس ما علينا. تعالوا نخش بقى على صح وغلط. مع التصويب، سرعة كرة البندول تساوي صفر عند مروره بموضع السكون. لا يا مستر، ده احنا قلنا السرعة هنا بتبقى أقصى ما يمكن وطاقة الحركة أقصى ما يمكن، يبقى لا، هنا بدال صفر أو تساوي صفر، لا هي أعلى ما يمكن. طيب عند وصول كرة المندول لأقصى ارتفاع، فإن الام اي اللي هي الطاقة الميكانيكية بتساوي كي اي اللي هي طاقة الحركة. لا، وهنا هتفرق بقى ما بين انت حافظ الرموز ولا لا، لان هنا هو بيقول لك هنا طاقة حركة، لكن لا احنا عاوزين طاقة الوضع اللي هي البي اي، فركز وحاول تفرق ما بين الرموز. اثناء قصف جسم رأسيا لأعلى تزداد طاقة حركة، تزداد طاقة الوضع وتقل طاقة الحركة. هو بيبقى تحت طاقة الحركة أقصى حاجة، طب احنا رفعناها لأعلى، طاقة الحركة تبتدي تقل 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 لحد ما يقف عند أقصى ارتفاع، وطاقة الوضع هي اللي بتزداد، فالكلام صح يا مستر. طب هنا عشان نسهل على بعض حفظ الرموز نعمل ايه؟ كده كده الاي ثابتة معاك، لأن الاي دي بتاعت الانرجي اللي هي الطاقة. طيب الام هي الميكانيك، او الميكانيكال اللي هو الميكانيكا. طيب اللي هي ام دي مش هنتلخبط فيها. طيب طاقة الحركة بتبقى كي. طيب والوضع بيبقى بي، يبقى وضع بي وحركة كي، والام دي بتاعت الميكانيكا او الميكانيكية اللي هي ميكانيكال. تمام، حاول ما تلخبطش منهم، عشان هي دي الحاجة اللي بتلخبط في الدرس كله عامة، يعني هي بتبقى فكرة ثابتة ثبتها في دماغك كده، فكرة البنطلون، والحاجة الوحيدة اللي بتلخبط اللي هي الرموز، وانا شايفها سهلة يعني، وان شاء الله انتوا شاطرين وهي مش هتقف قصادكم.
4. طاقة الوضع لجسم عند أقصى ارتفاع تساوي طاقة الحركة لحظة الوصول. صح يا مستر. ليه؟ لأن هنا طاقة الوضع عند أقصى ارتفاع هتساوي الطاقة الميكانيكية. طب طاقة الحركة عند لحظة الوصول لسطح الأرض برضه هتساوي الطاقة الميكانيكية، فالاتنين هيساووا بعض. 5. تتحول طاقة وضع المياه المحتجزة خلف السد العالي إلى طاقة كهربية عند اندفاعها لأسفل. صح، بس مش طاقة كهربية بقى، هي طاقة الوضع بتتحول لطاقة حركة، وطاقة الحركة دي بتدفع التوربينات، فالتوربينات هي اللي بتحولها بواسطة المولدات، أو التوربينات بتحولها لطاقة كهربية. فلا، هي طاقة حركة مش طاقة كهربية على طول. تعالوا نسمي الله ونخش على الأسئلة المقالية. أول سؤال بيقول لي تزداد طاقة حركة الجسم أثناء سقوطه بالرغم من ثبات كتلته. ليه؟ لأن السرعة هنا زادت، وبالتالي السرعة زادت فطاقة الحركة تزداد، لأن العلاقة بينهم طردية، طاقة الحركة طردية مع مربع السرعة. جميل. تاني حاجة، أثناء مرور كرة البندول بموضع الصقور اللي هي موضع الأصلي تكون طاقة حركتها أكبر ما يمكن، لأن هنا السرعة سوف تكون برضو أقصى ما يمكن، مادام السرعة أكثر ما يمكن برضو طاقة الحركة تبقى أقصى ما يمكن. طيب، عند أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم مكثوفا لأعلى تكون طاقة الميكانيكية مساوية لطاقة الوضع، لأن الطاقة الميكانيكية هي عبارة عن مجموع طاقة الوضع وطاقة الحركة، وهنا عند أقصى ارتفاع تكون طاقة الحركة مساوية للصفر، فتكون الطاقة الميكانيكية مساوية لطاقة الوضع. طيب 4. ثبات الطاقة الميكانيكية لجسم يسقط من مكان مرتفع رغم تناقص طاقة وضعه، لأن هي عبارة عن مجموع الطاقتين. هو هنا يعتبر انت بتعرف الطاقة الميكانيكية في السؤال 3 او 4، انت بتعرف الطاقة الميكانيكية. طب 5. لا يمكن ان تزداد طاقة حركة جسم عن طاقة الميكانيكية، برضو لان الطاقة الميكانيكية هي عبارة عن مجموع طاقة الحركة مع طاقة الوضع، فمستحيل ان طاقة الحركة هتساوي الطاقة الميكانيكية او هتبقى اكبر منها. ممكن تساويها بس ما ينفعش تبقى اكبر منها. طب 6. رفع الاثقال من على الارض قد يضر بالعمود الفقري، لان هناك وضعيات عند حمل الاثقال او الاشياء الثقيله من على الارض قد يضر بالعمود الفقري. يعني ما ينفعش تجيبها وانت موطي كده، لا بتنزل توطي، بتبقى لازما رجليك هي اللي تتني عشان الحمل يبقى على عضلات الساقين. وده التطبيق كان التطبيق الطبي. السد العالي له أهمية كبيرة في توليد الكهرباء بمصر، لأن المياه المختزنة خلفه تكون محملة بطاقة وضع، وتنزل لأسفل في معمول أنفاق أو حاجة شبه الأنفاق، تنزل لأسفل فتتحول طاقة الوضع لطاقة حركة، فتخبط بالتوربينات وتقوم بتدويرها، ومن خلال تدوير التوربينات تقوم بإنتاج طاقة كهربية. طيب كرة الهدم تعد مثالا عن تحول الطاقات، لأنها تكون مختزنة طاقة وضع، وتتحول هذه طاقة الوضع مجرد تحريكها إلى طاقة حركة، وطاقة الحركة تنتقل إلى المباني فتقوم بهدم المباني. جميل. تعالوا نخش على أسئلة ماذا يحدث في الحالات الآتية. بص، هو أنت في الأسئلة المقالي هتلاقيني أنا مجرد بحل، بس يعني مش هعرف اوضح لك صح او غلط لان هنا مفيش اختيارات، بس انت اصلا الاسئله دي المفروض انت بتبقى حللها، وانا يا دوبك باجي اللي هو اصحح لك او حاجه انت مش فاهمها فانا بحاول اوصلها لك بس. فعارف ان الاسئله المقاليه دي بتبقى ممله شويه، يعني حتى مش مسائل بنروح ناخد وندي مع بعض ونرسم مثلثات او قوانين او هكذا، بس هي الاسئله المقاليه كده. تعالوا هنا ماذا يحدث. جذب كرة البندول لأعلى من موضع السكون بالنسبة لسرعة الكرة. هنا تعتبر شوية فيها تفكير، فدي أشكال المسائل اللي احنا ممكن نتناقش فيها. جذب كرة بندول لأعلى، يعني معنى كده اللي أنا شدتها من هنا لهنا مثلا، شدتها من هنا لهنا. جميل. من موضع سكونها ثم تركها سبتها، بالنسبة لسرعة الكرة ايه اللي هيحصل لها؟ هتزداد، لان انا اثرت عليها بقوة فبقى كده مختزنة طاقة وضع، فلما سبتها طاقة الوضع هي هتندفع وتتحول لطاقة حركة، فهي هتحصل لها هتزداد. طيب، وصول كرة البندول أثناء حركتها لأعلى نقطة بالنسبة للطاقة الميكانيكية، قلنا الطاقة الميكانيكية ثابتة، ثابتة ثابتة لا تتأثر. طب لو قال لي هنا بالنسبة لطاقة الحركة هقول له هتقل، طب لطاقة الوضع هتزيد، عشان هنا لأعلى نقطة اللي هو الأعلى ارتفاع. طب 3. مرور
كرة البندول أثناء حركتها بموضع السكون بالنسبة لتقاطعي الحركة والوضع. هو هنا مر بنقطة السكون أو نقطة الأصل، فهنا أقصى سرعة فطاقة الحركة هتبقى أقصى حاجة. طب طاقة الوضع هتبقى أقل حاجة أو تساوي الصفر. يبقى طاقة الوضع ممكن نقول اللي هي بزيرو، تقريبا بزيرو، وطاقة الحركة أعلى ما يمكن. طب سقوط جسم من أعلى بالنسبة لطاقتي الوضع والحركة، قلنا هو كده كان مختزن أعلى طاقة وضع، وقع فطاقة الوضع تقعد تقل وطاقة الحركة تزداد لحد ما يلمس سطح الأرض قبل ما يلمسها بلحظات. يبقى طاقة الحركة اللي حصل لها تزداد وطاقة الوضع هتقل. طب 5، وصول جسم مقذوف لأعلى عند أقصى ارتفاع له. بالنسبة لطاقة الوضع أقصى ارتفاع يعني أعلى ما يمكن، أعلى ما يمكن. طب الحركة برضو بالتقريب هتساوي زيرو. طيب زيادة طاقة حركة جسم متحرك للضعف بالنسبة للطاقة الميكانيكية. زيادة طاقة الحركة هتزداد للضعف، بس هنا طاقة الحركة لما تزداد للضعف طاقة الوضع هتقل للنص، لأن هي العلاقة ما بينهم زي ما احنا عارفين اللي هي علاقة عكسية، فالطاقة الميكانيكية برضو هتفضل ثابتة. 1. احسب الطاقة الميكانيكية لجسم متحرك إذا علمت إن الطاقة حركة 60 وطاقة وضعه 50. هنا هنجمع 60 زائد 50 اللي هي ب110 جول. طيب احسب طاقة حركة جسم إذا كانت طاقته الميكانيكية 50 وطاقة وضعه 30. هنا هنطرح الطاقة الميكانيكية من طاقة الوضع اللي هي 50 ناقص 30 اللي هي ب20 جول. طيب إذا علمت أن طاقة الوضع جسم عند ارتفاع يصل إليه تساوي 800 جول، احسب الطاقة الميكانيكية. طب مع أقصى ارتفاع اللي هو طاقة الوضع هنا هتساوي برضو الطاقة الميكانيكية، فالطاقة الميكانيكية بتساوي 800 جول. طب طاقة حركة لحظة وصول لسطح الأرض، هنا طاقة الوضع هتساوي صفر برضو، فبرضو 800 جول. طب طاقة وضع عند منتصف المسافة الرأسية، هنا هتتقسم ما بين الاتنين فهتبقى نص، هنا نص رقمها هنا فاللي هو 400 جول. تعالوا نسمي الله ونكمل. بيقول لك هنا 4، سقط حجر كتلته 5 كيلو جرام رأسيا من ارتفاع 8 متر، يعني معنى كده ان هو كان فوق ونزل. احسب طاقة الوضع والحركة عند بداية السقوط. بداية السقوط هتبقى عند الارتفاع ده، وهنضطر نجيب الوزن. تمام. طاقة الحركة كده كده هنا هتساوي صفر لان هو هنا عند الارتفاع 8 اللي هو اقصى ارتفاع. طب طاقة الوضع هنضرب ال5 في 10 عشان نجيب الوزن في شدة مجال الجاذبية الأرضية، كتلة في شدة مجال الجاذبية الأرضية اللي هي 50. طيب في الارتفاع اللي هي 8 هيديني 400 جول. 400 جول دي طاقة الوضع. طب طاقة الحركة بصفر. طب وصول لارتفاع 2 متر من سطح الأرض. طيب دي كده كانت الطاقة الميكانيكية. طب وصول لارتفاع 2 متر هنضرب برضو ال50 في 2 هتدينا 100 جول. 100 جول، ودي كده طاقة الوضع عند ارتفاع 2 متر. طب طاقة الحركة ما انا معيش يا مستر ولا السرعة، معايا الكتلة بس معيش السرعة. طب ما سهلة، اصل احنا معانا ال 400 واحنا عارفين ان دي الطاقة الميكانيكية، فالطاقة الميكانيكية حركة زائد وضع يبقى نطرح منها ال 100 هتدينا ال 300 اللي هي بتوع الحركة، طاقة الحركة. تعالوا نسمي الله ونكمل. السؤال رقم 5، سقط جسم من قمة مبنى ارتفاعه 20 متر، فإذا كانت طاقة حركته عند منتصف الارتفاع هي 200 جول. طاقة حركته فمعنى كده عند منتصف الارتفاع فطاقة الوضع هنا برضو بتساوي 200 جول، والطاقة الميكانيكية 400 جول كتوتال. تمام، عشان هي المجموع ما بينهم. فطاقة الوضع عند قمة المبنى اللي هو أقصى ارتفاع هتساوي الطاقة الميكانيكية كلها اللي هي 400 جول. طب الوزن، وزن الجسم تعالوا نحسبها عند المنتصف هنا. مش احنا عارفين ان الطاقة الوضع ب200 وعارفين ان الارتفاع المبنى هو هنا عند منتصف الحركة، فالارتفاع هنا هيبقى منتصف الارتفاع فهيبقى ب10 متر. طب ما سهلة يا مستر، المثلث بتاعنا اهو هتبقى هنا البي اي وهنا الارتفاع، هنا الوزن وهنا الارتفاع. عاوز الوزن فهيبقى ال200 بتوعنا بتوع طاقة الوضع على ال10 اللي هو نص الارتفاع هيساوي 20 نيوتن. تعالوا نخش على السؤال رقم 6، قذف حجر كتلته نص كيلو جرام رأسيا لأعلى بسرعة مقدارها 5 متر كل ثانية، احسب طاقة الحركة لحظة قذفه لأعلى. معنى كده ان طاقة الحركة هنا كانت أعلى ما يمكن، يبقى اللي أنا هجيبها دي مش طاقة الحركة بس، لا وكمان الطاقة الميكانيكية. يبقى هنا نص
في الكتلة اللي هي عندي برضو بنص في الفي تربيع اللي هي 5 تربيع، هتساوي كام؟ هتساوي 6.25 جول. طيب الطاقة الميكانيكية للحجر عند أقصى ارتفاع برضو 6.25 جول. هو قصده هنا عاوز طاقة الوضع، بس احنا كده كده جبنا الطاقة الميكانيكية وعارفين إنها ثابتة. تعالوا نخش على السؤال رقم 7. في الشكل المقابل يوضح حركة كرة بندول كتلتها 2 كيلو جرام وطاقة وضعها عند النقطة C اللي هي هنا، إذا كان هنا أو هنا فهي بتساوي 9 جول، ودي برضو الطاقة الميكانيكية. فعاوز الطاقة الميكانيكية عند أعلى نقطة تصل إليها بعيدا عن موضع السكون اللي هي C أو B، برضو هتساوي 9 جول. طب سرعتها عند النقطة A، هنا محتاجين نجيب الطاقة الحركة اللي هي برضو ب9، لأن هنا هتبقى الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الحركة، فطاقة الحركة عندنا ب9 ومعانا الكتلة، فيبقى 2 طاقة الحركة عشان نجيب الفي تربيع. فتعالوا هنا كده نعمل ايه؟ نعمل 2 في 9 على الاتنين اللي هي بتاعت الكتلة، ادانا 9 بس ال9 دي مربع السرعة، فناخد جذر ال9 هيدينا 3 متر لكل ثانية. 3 متر كل ثانية. طب طاقة حركة الكرة عند النقطة B، طاقة الحركة هنا هتساوي كام؟ احنا قلنا هنا طاقة الوضع بتساوي الطاقة الميكانيكية، فطاقة الحركة هتساوي 0. نرفع بس كده عشان ايه المربع ده عشان ما نمسحش كله تاني. في الشكل المقابل سقط جسم كتلته 2 كيلو جرام. سقط جسم كتلته 2 كيلو جرام رأسيا من النقطة A، طيب إلى سطح الأرض، يعني وصل لحد هنا. طاقة حركته جسم لحظة وصوله إلى سطح الأرض. طب ما تيجي نجيب طاقة وضعه هنا فوق. هنا كان الارتفاع كله ب8، جميل، وهو مديني الكتلة، هنضرب الكتلة في 10 عشان نجيب الوزن، يبقى ب2 هيبقى 20 نيوتن، في ال8 اللي هي الارتفاع هيبقى 160 جول، وهنا لحظة وصوله برضو هتساوي الطاقة الميكانيكية اللي هي 160 جول. طب الطاقة الميكانيكية للجسم عند النقطة B اللي هي دي، هنا 2 ناقص 8، فالارتفاع ده كده عندنا ب6. تمام. فهنا عاوزين نحسب طاقة الوضع والطاقة الحركة، ده كده كحاجة مبدئية. طب هو عاوز ايه يا مستر؟ عاوز الطاقة الميكانيكية، مش احنا عارفين ان هي ثابتة؟ طب ما احنا جايبينها اصلا اهي، هنقول له برضو 160 جول، مش محتاجين نحسب كل اللي احنا قلنا عليه ده، بس لو عاوز تحسبها برضو هتطلع معاك نفس الناتج. طب طاقة حركة الجسم عند النقطة B، هنا بقى عاوز طاقة الحركة، فاما هجيب طاقة الوضع واطرح من 160، يا اما هجيب طاقة الحركة على طول، بس مش عارف اجيبها على طول لاني معيش السرعة، فنجيب ايه؟ نجيب طاقة الوضع. احنا قلنا هنا الارتفاع ب6، طيب وبرده ال20 نيوتن اللي هو الوزن، في 6 المرة دي هيبقى 120، 160 ناقص 120 يبقى طاقة الحركة هنا ب40 جول. تعالوا نحسب السؤال رقم 8. احسب أقصى ارتفاع يصل إليه حجر كتلته 8 كيلو، علما بأن الطاقة الميكانيكية له 40 جول. أقصى ارتفاع له معنى كده اللي هي برضه الطاقة الميكانيكية، فهي برضه ب40 جول. طاقة الوضع هي ال40 جول، بس هنا هو عاوز الارتفاع، هو مديني الكتلة نجيب منها الوزن اللي هو هيبقى ب80، يبقى 40 اللي هي طاقة الوضع على ال80 على ال80 اللي هي هتطلع بنص متر. نص متر. طيب تعالوا نسمي الله ونخش على اللي بعد كده. بيقول لك ادرس الاشكال التاليه ثم اجب عما يلي. الشكل المقابل يوضح حركه بندول بسيط. حدد مواضع، اي المواضع التي يكون عنده طاقه الحركه اكبر ما يمكن. قلنا اللي هي ايه، لان هو هنا بيمر بموضع الاصل ايه. طب طاقه الوضع بتساوي 0، برضو هتبقى عند ايه لان طاقه الحركه هنا اعلى ما يمكن. طب طاقه الوضع اقل ما يمكن، برضو عند ايه. طب ما بينهم يعني باش سرعة البندول هنا بقى عند سي او بي. طاقة الوضع اقل ما يمكن، هنا هتبقى اعلى ما يمكن وهنا هتبقى اعلى ما يمكن، ماشي. مع السؤال ده هو ده ماشي. ما نوع الطاقة التي تتغير في اي من المواضع A B C؟ ما نوع الطاقة التي لا تتغير اللي احنا قلنا عليها ثابتة اللي هي الميكانيكية. طب تعالى نخش على السؤال اللي بعد كده. في الشكل المقابل عند اي نقطة تكون طاقة حركة الكرة بتساوي 0. طاقة الحركة هتساوي 0 امتى؟ عند اقصى ارتفاع، يبقى عند ايه؟
طب طاقة وضع الكرة تساوي نصف الطاقة الميكانيكية، يبقى نصف الارتفاع، الخمسة دي نصها الاتنين ونص، يبقى عند النقطة سي. طب طاقة وضع الكرة أكبر ما يمكن عند ايه؟ عند برضو ايه؟ طب احسب طاقة وضع الكرة عند النقطة سي. إذا كان وزنها 50 هنضرب في الارتفاع اللي هو 2.5 ده، يبقى 50 في 2.5 اللي هو هتدينا 125 جول. طيب وبرضو طاقة الحركة هنا هتبقى بكام؟ 125، لأن هنا نص الارتفاع، فالطاقة الميكانيكية هتبقى متوزعة ما بين الاتنين. هنا ما المقصود بالطاقة الميكانيكية؟ هي عبارة عن مجموع طاقة الوضع وطاقة الحركة لأي جسم متحرك. هتقول التعريف بتاعها. طيب ما معنى أن نقول أن الطاقة الميكانيكية لجسم متحرك تساوي 500 جول؟ أي أن مجموع طاقة الحركة وطاقة الوضع تساوي 500 جول لهذا الجسم. طيب اذكر العلاقة الرياضية اللي تربط ما بين الطاقة الميكانيكية وطاقة الوضع وطاقة الحركة، اللي هي ME تساوي BE اللي هي طاقة الوضع زائد KE اللي هي طاقة الحركة. طيب متى يحدث كل مما يأتي؟ طاقة وضع لجسم متحرك يساوي صفر، أي أن الجسم على سطح الأرض اللي هو الارتفاع بتاعه بيساوي صفر، أي أن الجسم على سطح الأرض أي الارتفاع بتاعه بيساوي صفر. طيب تتساوى قيمة الطاقة الميكانيكية لجسم مع طاقة وضعه. الجسم بيبقى مر بنقطة الأصل أو مر على سطح الأرض. تمام؟ تمام. اذكر اتنين من التطبيقات الحياتية لتحويل طاقة الوضع وطاقة الحركة: السد العالي أو توليد الكهرباء بواسطة السد العالي، وكرة الهدم. اذكر استخدام كرة الهدم مع ذكر فكرة عملها. كرة الهدم تستخدم لهدم المباني. طيب فكرة عملها إنها بتبقى مختزنة طاقة وضع، طاقة الوضع دي أثناء تحركها تتحول إلى طاقة حركة، وطاقة الحركة دي أول ما بتلمس المبنى أو أول ما بتخبط المبنى بتنتقل ليها طاقة الحركة فبيتهد. طيب تعالوا نسمي الله ونحل أسئلة تقييس مستويات التفكير العليا. بيقول لك هنا أثناء سقوط جسم من أعلى برج طوله إكس، وهنا عاوز طول البرج، ووصوله لارتفاع 200 متر من سطح الأرض، أصبحت كل من طاقة الوضع وطاقة الحركة تساوي 70. معنى كده إن هنا دي ب70 ودي ب70، يبقى الطاقة الميكانيكية بتساوي كام؟ 140. طب ما قيمة مقدار إكس؟ طب هو هنا مش الاتنين بيساووا بعض؟ معنى كده إن عند نص المسافة الرأسية اللي هي 200 اللي هو مدالي أصلا، يبقى طول البرج كله كان بكام؟ اللي هي 400. طب جميل. هنا في الشكل المقابل القيت كرة من الموضع A اللي هو أقصى ارتفاع البرج، وارتطمت بالأرض لترتد إلى الموضع D. ارتطمت بالأرض هنا بعد ما كانت النقطة C موجودة. ما الموضع الذي تكون فيه طاقة الحركة أكبر ما يمكن؟ اللي هي قبل ما يلمس الأرض، اللي هي النقطة C. هنا علل تتشابه حركة الأرجوحة مع حركة البندول البسيط. هتقول له ليه؟ لأن عند أقصى ارتفاع للأرجوحة تكون طاقة الوضع أعلى ما يمكن، وطاقة الحركة بتساوي صفر، هتلاقيها بتقف لحظيا نفس حركة البندول بالظبط. لكن عند مرورها بنقطة الأصل تكون طاقة الحركة أعلى ما يمكن وطاقة الوضع بصفر، بتبقى أسرع حاجة. وبعد كده بتكرر الحركة وتطلع تاني لأقصى ارتفاع، فبتكون طاقة الوضع أقصى ما يمكن وطاقة الحركة بصفر، وهتقعد تكرر الحركة. عشان كده لما تلاقي الراجل بيحاول يوقفها، هو ما بيوقفهاش من فوق او من تحت، لا هو ايه، في حديدة بتطلع وبيوقفها من النص، من منتصف الحركة او من عند نقطة الاصل بتاعة الحركة بتاعة الارجوحة. طب لما بيحاول يزود السرعة بيعمل ايه؟ بتلاقيه بيزق من اي موضع العربية او عربية الارجوحة دي بتبقى واقفة منه، عشان يعمل ايه؟ يزود الطاقة المختزنة اللي هو بيزود طاقة الوضع. طب لعبة القوس والسهم مثال على تحويل الطاقة، لأن عندك هنا عند شد السهم أو شد الحبل والقوس بتبقى هنا أنت بتختزن طاقة وضع كبيرة، أنت بذلت شغل وقوة في نفس اتجاه حركة الجسم، فكده بقى شغل، والشغل ده اختزن على هيئة طاقة وضع. طب عند إفلات الحبل طاقة الوضع بتتحول لطاقة حركة بترتطم بالهدف، فبرضه هنا حولت من طاقة وضع لطاقة حركة. هنا تعال نحل مسائل متنوعة. جسم وزنه 98 نيوتن يسقط من مبنى ارتفاع 10 متر، وطاقته الميكانيكية تساوي 980 جول. احسب سرعة جسم عند ارتفاع 5. طيب هو هنا مدينا عند ارتفاع 10، فدي كانت ب 980 اللي هي برضو طاقة الوضع.
طب عند منتصف المسافة اللي هي ال5 دي، ال980 دي نقسمها على النص عشان هتبقى متقسمة ما بين طاقة الوضع وطاقة الحركة، ما هو نص المسافة. فال980 دي هتبقى 490. 490 دي طاقة الحركة أو طاقة الوضع. تمام. هو بقى عاوز السرعة ومديني الارتفاع. طيب وأنا هنا معايا الوزن. طب ما من الوزن ده أنا هعرف يا مستر أجيب الكتلة. مش هعرف أجيب الكتلة، هقسمها على 10 من القانون ده. مش احنا لما كنا بنجيب الوزن كنا بنضرب الكتلة في العجلة؟ طب ما انا المرة دي بقى عاوز الكتلة، فاضرب اقسم الوزن على العجلة، هيديني 9.8. طب ما انا هنا كده بقى معايا الكتلة ومعايا طاقة الحركة، يبقى من القانون ده اللي هو 2 كي اي، وهنا الام في في تربيع، هضرب ال 490 دولت في 2 اللي هي 980 على ال 9.8 هيدينا كام؟ هيدينا 100. بس دي مربع السرعة عشان في ناس كتير بتنسى تاخد الجذر. ناخد جذر ال100 هيبقى 10 متر لكل ثانية. طب في الشكل المقابل، إذا علمت أن مجموع طاقتي الوضع والحركة لجسم كتلته 5 كيلو جرام عند النقطة B يساوي 600 جول، يبقى عند النقطة B ده كده بيساوي 600 جول، اللي هي الطاقة الميكانيكية أو طاقة الوضع. هو بيقول لك المجموع، ما قالكش الميكانيكية دايركت، قال لك التعريف بتاعها، واحنا عارفين ان عند أقصى ارتفاع دي كده طاقة الوضع برضه. طب بيقول لك احسب طاقة الحركة عند النقطة A اللي هي مديني هنا 7 متر. طيب 7 متر دي انا بقى هنا مش عندي، لا عندنا الكتله. طب ما جميل، هنجيب طاقه الوضع. طاقه الوضع بتساوي ايه؟ الوزن اللي هي هتبقى الكتله في شده مجال الجاذبيه الارضيه اللي هي 10، هيبقى 50 في الارتفاع عندي ب7، فب 350. طب ما احنا عندنا ان الطاقه الميكانيكيه كلها ب600، يبقى 600 ناقص 350 ناقص 350 اللي هي 250 جول. وكده جبنا طاقة الحركة عند النقطة A. طيب جسمان X و Y، كتلة الجسم X ضعف كتلة الجسم Y، وسرعة الجسم X نصف سرعة الجسم Y. وضح بالحسابات الرياضية أي من جسمين X ولا Y تكون أكبر حركة هي الأكبر، طاقة الحركة هي الأكبر. تعالوا نفرض هنا كتلة الجسم X ضعف كتلة الجسم Y، معنى كده إن X مثلا نفرضها ب2 ودي ب1، وسرعة الجسم اكس نصف سرعة الجسم واي. تعالوا نفرض اكس سرعته ب1 ودي ب2. طب تعالوا بقى نطبق القانون بتاع طاقة الحركة اللي هو نص ام في تربيع. تعالوا عند اكس، الجسم اكس والجسم واي تحته هنا. طيب هنا الجسم اكس كانت كتلته ب2، يبقى نص في 2 في اللي هي 1 تربيع. تمام. وهنا نص في 1 في 2 تربيع. تعالوا نشوف كده هيدونا كام. نص في 2 في 1 تربيع هتساوي 1. طب تحت هنخلي الكتلة هي اللي ب1 والسرعة هي ال2 تربيع، هيساوي 2. معنى كده ان طاقة حركة للجسم واي تكون اكبر من طاقة حركة الجسم اكس، او يعني بالمقارنة او بالتقريب اللي هو بالضعف، يعني واي اكبر او ضعف طاقة حركة اكس. لو جبناها بدماغنا، الكتلة قلت للنص، واحنا عارفين ان طاقة الحركة تتناسب طرديا مع الكتلة. طيب او الكتلة للجسم اكس زادت للضعف والسرعة قلت للنص، يبقى طاقة الحركة ايه اللي هيحصل لها؟ هتقل ل4 امثال. وهنا زادت للضعف هتبقى اتقلت للنص من القيمة الأصلية، والقيمة الأصلية المرجعية بتاعتنا كانت واي. لو مش هتعرف تحلها بالدماغ عشان المسألة دي تعتبر معقدة شوية، يبقى هي زي ما احنا قلنا كده، نفرض أرقام 1 و2 1 و2، وهتيجي معاك هنا 1 وهنا 2. طيب تعالوا نحل أسئلة الكتاب المدرسي، بس خلينا نكبر أكتر كده. نسمي الله العلاقة بين طاقة الحركة الجسم وكتلته. قبل بقى بعد ما نكمل عند ثبوت الحرارة، احنا عارفين ان طاقة الحركة والكتلة علاقة طردية. طيب أي مما يلي يعبر عن التغير الحادث مع بين طاقة الوضع والحركة عندما جسم يسقط من مكان لأعلى؟ طاقة الحركة اللي بيحصل لها بتزداد لكن الوضع تقل، حليناها كذا مرة. طيب ما معنى أن تكون طاقة الميكانيكية؟ هتقول له التعريف، أي أن مجموع طاقة الحركة وطاقة الوضع بتساوي 200 جول.
طيب ماذا يحدث إذا أو ماذا يحدث لحركة الجسم لطاقة الحركة عند الحالات التالية؟ نقص الكتلة للنصف، معنى كده مع ثبوت السرعة إن طاقة الحركة تقل للنصف، تقل للنصف. طب زيادة سرعة الجسم للضعف، معنى كده مع ثبوت الكتلة إن طاقة الحركة يحصل لها إيه؟ تزداد للأربع أمثال. طيب الشكل المقابل يوضح سقوط 3 كرات إلى سطح الأرض من على ارتفاعات مختلفة، تمام؟ وكمان الكتل بتاعتها مختلفة. طب طاقة وضع الكرة X أكبر من طاقة وضع الكرة Z، دي كده طاقة وضعها أكبر من طاقة وضع Z، لا ده هنا الكتلة أكبر وبالتالي الوزن أكبر، فلا هيبقى العكس، إن دي كده طاقة وضعها أصبحت أكبر. طيب طاقة وضع الكرة Y اكبر من طاقة وضع الكرة اكس، ايوه عشان ارتفاعها هنا كان اكبر. طاقة الوضع التغيرات او الحاجات اللي بتأثر فيها هو الوزن والارتفاع، او الكتلة والارتفاع، عشان الكتلة متناسبة طرديا مع الوزن والوزن متناسب طردي مع طاقة الوضع، يتناسب. طب تكتسب كرات اكس وواي وزد طاقة حركة عند سقوطها. طبعا اي جسم هيسقط من ارتفاع وهيبقى قريب من الارضية او سطح الارض هيكتسب طاقة حركة. ارتطام الكرة واي بالارض يحدث صوتا اشد من ارتطام الكرة زد دي، لا طبعا زد هتحدث اكتر لان كتلتها اكبر. طيب لا غلط، غلط، احنا قلنا زد هتحدث اصطداما اكبر او صوت اكبر. بيقولك هنا احسب طاقة حركة لجسم كتلته 12 كيلو جرام، تمام، ويتحرك بسرعة 1 متر كل ثانية. يبقى هنا نص في 12 في 1 تربيع اللي هي هتساوي كام يا مستر؟ اللي هي هتساوي 6 جول. طيب نسمي اللي هي السؤال رقم 6. بيقول لك جسم كتلته 10 كيلو جرام ترك ليسقط من ارتفاع 4 فوق سطح الأرض، احسب طاقة حركة الجسم. هو هنا عاوز طاقة حركة بس أنا ما عنديش السرعة، أنا عندي الارتفاع. فتعالوا نجيب طاقة الوضع اللي هي عند ارتفاع 4 دي اللي بتساوي الطاقة الميكانيكية. يعني هنا هنضرب الكتلة في شدة مجال الجاذبية الأرضية هتبقى ب100 في 4 اللي هي هتبقى ب400 جول. دي كده الطاقة الميكانيكية، وكمان طاقة الوضع عند أعلى ما يمكن. طب قبل لحظة السقوط اللي هو عند ارتفاع 4 هتبقى طاقة الحركة بتساوي 0 لأن هنا طاقة الوضع هتبقى بال400 كلهم. طب لحظة وصوله إلى سطح الأرض هتبقى هنا هي اللي بال400. طب الطاقة الميكانيكية للجسم عند منتصف المسافة، الطاقة الميكانيكية ثابتة ب400. طب لو قال لي طاقة الوضع هتبقى ب200 وطاقة الحركة هتبقى برضو ب200 عشان هنا منتصف المسافة. هنا بيقول لي قذف جسم كتلته 600 جرام رأسيا لأعلى بسرعة 20 متر كل ثانية. رأسيا لأعلى يعني معنى كده ان هو كان هنا قذفته لأعلى، يبقى طاقة الوضع هي اللي بتزداد وطاقة الحركة هي اللي بتقل. طاقة حركة الجسم لحظة القذف بتساوي كام؟ هتبقى نص في 600، هنا بقى انا عندي السرعة في 20 تربيع اللي هي هتساوي ثانية. قبل ما نضرب عشان طلع رقم كبير، وفعلا احنا ما ينفعش اصلا نضرب الكتله وهي بالجرام، لازم نحولها للكيلو جرام. هتبقى 0.6 لان احنا هنقسمها هنا على الالف. 0.6 كيلو جرام يبقى نص في 0.6 في 20 تربيع، هل هتدينا 120 جول. يبقى طاقة الحركة لحظة القذف كانت ب 120 جول اللي هي برضو الطاقة الميكانيكية. عند أقصى ارتفاع برضو 120 جول. طب تعالوا نخش على اخر حاجة معانا النهاردة واللي هي اختبار شامل على الدرس. تعالوا بس نكبر شوية نسمي الله ونحل اخر حاجة معانا وخلاص بقى. انت كده وقف الفيديو وبعد كده صح على الاختبار الشامل حله مع نفسك. انت خلاص حليت كل الاسئلة، المعلومة ثبتت في دماغك، شرح وحل، اسئلة مقالية واسئلة اختيارية واسئلة مستويات تفكير عليا. خلي الاختبار ده كده قيم بيه نفسك. نسمي الله عند منتصف مسافة الرأسية بين نقطة سقوط كرة وسطح الأرض تكون النسبة بين طاقة الحركة وطاقة الوضع إيه عند منتصف المسافة؟ قلنا بتبقى لو معانا 10 في الجيب كله، هنا بتبقى 5 وهنا بتبقى 5 فبتبقى 1:1. اذكر تحولات الطاقة في كرة الهدم، كانت وضع وبعد كده بقت حركة، يبقى من وضع لحركة. طب العوامل المؤثرة في طاقة الحركة اللي هي الكتلة والسرعة، كتلة وسرعة. طب طاقة الوضع كانت وزن وارتفاع،
طب على الرغم علل بالرغم من طب ايه العوامل المؤثرة في الطاقة الميكانيكية؟ طاقة الوضع وطاقة الحركة. طيب عشان هي بتبقى مجموع الاتنين. طب علل بالرغم من زيادة طاقة الوضع جسم قذف رأسيا لأعلى، إلا أن الطاقة الميكانيكية تظل ثابتة، لأن الطاقة الميكانيكية عبارة عن مجموع طاقة الوضع وطاقة الحركة، وعند أقصى ارتفاع يكون طاقة الحركة بتساوي صفر، فطاقة الوضع هي هتساوي الطاقة الميكانيكية. أكمل. جسم كتلته 2 كيلو جرام يتحرك بسرعة 10 متر كل ثانية، تكون طاقة وضعه بكام؟ هنضرب النص في 2 في 10 تربيع، نص في 2 في 10 تربيع هتدينا 100 جول. طب عند زيادة السرعة للضعف هتزداد دي للأربع أمثال، فده هيبقى 400. أو تعالوا كده برضو نتأكد، هتبقى السرعة ب20 مش 10، فبرضو هيديني 400. طب جسم كتلته 5 كيلو جرام موضوع على ارتفاع 5 متر من سطح الأرض، وطاقة حركته هي 60 جول. احسب كل من طاقة وضعه والطاقة الميكانيكية. طب هو هنا جسم كتلته من سطح الأرض، طاقة حركته بتساوي 60 جول، معنى كده إن دي مش أقصى ارتفاع يقدر يوصل له. طب طاقة الوضع تعالوا نحسبها، هنضرب الخمسة في 50 اللي هو الوزن في الخمسة اللي هي الارتفاع، هيديني 250 جول. طيب والطاقة الميكانيكية احنا قلنا ده مش أقصى ارتفاع، لأن طاقة الحركة لو هي أقصى ارتفاع هتساوي صفر، يبقى هنجمع ال 250 اللي احنا جبناهم عند الارتفاع ده زائد ال 60 اللي من نفس الارتفاع اللي هو مديهولي، اللي هي هتبقى 310 جول. هنا لازم نجمع ال 250 زائد ال 60. صوب ما تحته خط. إذا قلت سرعة الجسم للنصف وزادت الكتلة للضعف فإن طاقة الحركة تزداد للضعف؟ لا، هتقل للنصف. تقل. ليه تقل للنص؟ لان السرعه لما تقل للنص طاقه الحركه تقل لاربع امثال، وزادت للضعف فهي كانت مقلله لاربع امثال، هتزيد معانا للضعف هتبقى قلت للنص. طب ما معنى قولنا ان طاقه حركه جسم كتلته 10 كيلو جرام تساوي صفر؟ اي ان الجسم في حاله سكون، اي ان الجسم كده سرعته بصفر، سرعته هي اللي هتبقى بصفر. طب ماذا يحدث عند مرور كرة البندول أثناء حركتها بالموضع الأصلي بالنسبة لكل من طاقة الوضع وطاقة الحركة؟ طاقة الوضع هنا هتبقى إيه؟ أقل ما يمكن اللي هي بزيرو. طيب وطاقة الحركة هتساوي أعلى ما يمكن، لأن هو هنا رجع لنقطة الأصل أو اللي كانت نقطة السكون قبل كده، أو رجع لمس قبل ما يلمس سطح الأرض. طب وبكده الحمد لله خلصنا الوحدة التانية كاملة شرح وحل. يا رب تكونوا استفدتوا بالحصة وعرفت أبسط لكم المعلومات قدر الإمكان، ولو حد وقف قصاده سؤال أو مشكلة أكون حلتها له. تابعونا إن شاء الله عشان ننزل بقية المنهج اللي هو الوحدة التالتة والرابعة، وإن شاء الله هنخلص بس الدرس الأول من الوحدة التالتة، وهنبتدي ننزل مراجعات على كل وحدة هنلمها بالتفصيل في حلقة واحدة، وهيكون في مذكرات للوحدات. إن شاء الله هتبقى مجانا، هتنزل كمان على الفيديوهات في الديسكريبشن. فما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل اللي جاي، واشوف وشكم على خير. السلام عليكم.